والآيات والأحاديث الواضحات البينات، كل من أشرك مع الله سبحانه وتعالى فهو كافر. إيش الدليل؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن آية محكمة. وقال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والله سبحانه وتعالى جاءها بالفعل وما جاء حتى بالاسم، لأن الفعل أي كل من فعل هذا الشرك فهو كافر. وحتى الرسول ماذا قال؟ قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من علم أنه لا إله إلا الله. وقال الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني كيف هذه القيود كلها ثم تقول لي الذي يجهل التوحيد ويشرك مع الله إلها آخر فهو مسلم؟ اسمع الكلام، فهو مسلم. لماذا؟ لأنه جاهل التوحيد. والله يا جماعة ما في نكتة في التاريخ مرت علي أنا مثل هذه النكتة. والله يا جماعة نكتة. أضرب لكم مثالا. جاء واحد يصلي معنا، تمام؟ فالصلاة لها شروط ولا لا؟ ولها نواقض ولا لا؟ ولها أركان. فجاء واحد وما توضأ، تعمد أنه لا يتوضأ، فقد شرط ولا لا؟ لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة ولا لا؟ قال: أنا ما توضأت، الله أكبر، وصلى الظهر معنا. ثم في آخر ركعة أخرج ريحا بصوت سمعناه، الريح ناقض ولا لا؟ فجاء واحد منا أهبل فقال: اسمعي هذه القاعدة. فقلنا: ماذا تقول في صلاة هذا الرجل؟ قال: صلاته صحيحة. كيف صلاته صحيحة وقد أحدث؟ قال: لا، هذا حدث نعم، ولكنه معذور. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالوضوء. اسمعوا التوحيد الآن وطبق على التوحيد. اسمعوا، اسمع. أقول على التوحيد. تأتي لهؤلاء تقول: اتخذ إلها مع الله. يقول لك: نعم اتخذ إله مع الله، نقيض من الإسلام. يقول لك: نعم نقيض من الإسلام، لكن هو مسلم. كيف مسلم؟ قال: لأنه يجهل معنى لا إله إلا الله. انتبهت؟ نفس الفكرة. علم لا إله إلا الله شرط في صحة الإسلام، والوضوء شرط في صحة الصلاة. هذا جاء بنقيضة الحدث وهذا جاء بنقيضة الشرك.